لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني 1462 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهي وادانم ايوي عزيز السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بەڵێ خۆشەویستان ئەو ئاتەش دیار هەر پەیوەستە بە ئاتەکەی پێشووتر کە خوای گەورە سوبحانەه وتەعالا باز لە ئەزر و پاداشتی مهاجرین دەکا ئەوانەی کە لە پێناوی ئەڵڵا تەعالا هیجرەتیان کرد لە دوای ئەوەی کەوا ستەم و زوڵمیان لێکرا ڕەب العالەمین فەرمووی کەوا لە دونیایەشدا پاداشتی چاشیان دەینەوە و لە ئاخیرەت و لە قیامەتیش پاداشتی گەورەتر ئەگەر بیزانن. ئینجا هەر لە درێژەی صفاتی ئەو مهاجرانە چێن؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أي المهاجرون الذين وصفهم الله أو مهاجرين كوالات بيشتر وصف يعني كر هم الذين صبروا في الله أواننا كوا صبر يعني قلت لبنا الله تعالى على امتثال أوامره وتجنب نواهيه. صبر يعني قلت لسر زي كردني فرمان كان الله تعالى وهروا دور كوتنوا لقد كراو كان الله تعالى وصبروا على أقداره المؤلمة وأذى الناس. وهو صبر يعني قرتيا لسر قدر كان كوا إيش وآزاري تدا وهو أزيداني خلشي لبو أوان بالي الذين صبروا صبريان قرتيا وعلى ربهم يتوكلون، أي وعلى ربهم يعتمدون. أواني كوا لسر پروردگاريان تنها توكل دكن اعتماد دكن وبه وحده يثقون. إتر أوانكوا اعتماد ثقان تنها لسأل الله تعالى ويفوضون إليه أمورهم. أوانكوا هم كاربار خوان دجيرنوا لاي الله تعالى. بل فيه تقديم الجار والمجرور وعلى ربهم يتوكلون. جار مجرور كتقديم كراية نيفرموا يتوكلون على ربهم وعلى ربهم يتوكلون لبرسي للدلالة على قصر التوكل على الله تعالى. توكل ما مجيني كتوكل تنها لسأل الله تعالى، أي لا يتوكلون إلا على ربهم. كواتا هيس توكل لسر كسيغناكن تنها لسر پروردگاريان دون التوكل على سادة المشركين وولائهم. ببيئوي كوا والعياذ بالله توكل لسر وكو مشركة كان توكل لسر قورو آغا كان خوام كنا إيمان داران تنها توكليان لسر الله تعالى. ابن عاشور ضلاء والتعبير في جانب الصبر بالمضي كواتا كاتك وخواي قرد فرمي الذين صبروا بفعل ماضي وصفيان دكا، وفي جانب التوكل بالمضارع وعلى ربهم يتوكلون. صبروا فعل ماضي، يتوكلون فعل مضارع. دفرمي إيماء إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء أسبابه. دفرمي آماجل ويكوا خريك السبريان كوتاي بيدي لبروي هوكار كان سبر قرتن نامينه وأن الله قد جعل لهم فرحا بالهجرة الواقعة والهجرة المترقبة، فهذا بشارة لهم. كواتا كذا فرمي صبروا بفعل ماضي أوان صبري أنا سر إيش وآزار قلت خريك أو إيش وآزار نامينة إيتر أو مشقتنا خوشيا نامينة هم مجديل بوان كوا بنماني أو أو حوادث أو ردواني كوا بيوست صبري لسر بقرن أو ردوانا خوشانا نامينة. وأن التوكل ديدنهم بلام
تەوەکل کە بە مضارع دەفەرمی کەواتە ئەوە دەبێتە دەیدەن و طبیعەتیان لأنهم يستقبلون أعمالا جليلة تتم لهم بالتوكل على الله بەرەوەی ڕاستە لەو قۆناغی دەستنە قۆناغێکی دیکە بەڵام کاری گەورە چاوەڕوانیان دەکاتن کەوا فعلا إلا بەتەوەکل لەسەر الله تعالى دەتوانن کاری گەورانە ئەنجام بدەن فهم يكررونه لۆیە ئەوان تکراری ئەو تەوەکلی دەکەنەوە بەردەوامی وفي هذا بشارة بضمان النجاح ئیتر بەڕاستی وەش مژدەی زەمانەتی نەجاح و سەرکەوتنە. سعدی دەڵێ الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها بەڕاستی صبر و تەوەکل صبر گرتن پشت بەستان بە الله تعالى دەفەرمی هەموو کارەکان بەوەی تەواو دەبی فما فات أحد شيء من الخير هەر کەسێک بەشێک لە خەیری لەدەست دابی إلا لعدم صبره لەبەر چییە؟ لەبەرەوەی صبری نەبووە وبذل جهدي فيما أريد من صبری نەبووە ئەو جهدەی سەرف نەکردیە کەوا پێویستە سەرفی بکە ئەو لعدم توكل واعتماد على الله یان ئەوە صبری نەبووە جهدەکەی سەرف نەکردیە یان تەوەکلی بەتەواتی لەسەر الله تعالى نەبووە کەواتە الصبر والتوكل وەکو دەڵێ ملاك الأمور كلها بەڕاستی هەموو ئەم ئومورەکان لەسەر ئەو دوشتە بەندە صبر و تەوەکل. ئینجا دەفەرمی وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مناسبة آتي لقل أوي بيشتركوا بقاعدة لي لما أخبر الله تعالى أنه بعث الرسل كاتك الله تعالى باس لو ذكاك وبيغمبران روانا كردية وكان عاقبة من كذبهم الهلاك عاقبة أوانك وبيغمبران بدروزانيا لناوتون وكانوا قد قدحوا في الرسالة إتر أوانا هاتن قمانيا لا بيغمبران هبوة قدحوا في الرسالة طعنان لا رسالة بيامي بيغمبران دا بكون الرسول بشرا لسلانك ينكود ببيغمبر بشر بي ثم بكونه ليس معه ملك يؤيده وارها تانان بوي لدى بوي كوا أديك نابي ملائكتك لغالي بتأييد بك رد ذلك بقوله مخاطبا لأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى رديان داته بفرمودي كوا مخاطبي بيغمبر دكا كوا أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم كاتك وهذا فرمي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أي وما أرسلنا الأنبياء من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبرانی پیشی توج يا محمد صلى الله عليه وسلم كروان ما كرديا إلا رجالا بشرا من بني آدم لا ملائكة هموي پیش توش كروان ما كرديا هموي رجال بوينة بياو بوينة بشر بوينة لناو بشريش بياو بوينة ملائكة نبوينة نوحي إليهم الشرائع والأحكام يتر أو بيغمبراني لبيش تروان كذا عيني بشر بوينة وبيايش بوينة ووحي ما لوناردية لشريعته لأحكام كان. ابن عاشور ضلي فيه تغيير أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليردة تمشاذكي لسياق آتكان بابلين تمشاي آتكان دكي نظمي كلام واتا سونيتي آتكان بشوازق أسلوبك دا قوري بوي كوال ليردة يكسر توجيه خطاب دكا لبيشتوي خواهي قول سبحانه وتعالى بصفي غائب باسي مهاجريني ذكر لير دا يكسر توجيه خطاب ذاك لبو رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لبيشويش حتى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وقال الذين أشركوا همي بصفي غياب باسي عندك يتلير ذاك خطاب لقال بيغمبرك صلى الله عليه وسلم تأنيسا للنبي صلى الله عليه وسلم لذا ضل نواهي لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لأن فيما مضى من الكلام آنفا حكاية تكذيبهم إياه تصريحا وتعريضا يتلواني بيشوتر خواهي قول سبحانه وتعالى باسي لو ذكر كواوان بتشي ويك دجاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدروي دزانا يترتسب صراحة ياخذ بآماجة فأقبل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالخطاب لو ليرة الله تعالى مباشر راست أخوه خطاب لقلب بيغمبر صلى الله عليه وسلم
لما في هذا الكلام من تنويه منزلته بأنه في منزلة الرسل الأولين عليهم الصلاة والسلام. كواتا خطابي لقل دفرمي لبروي براستي أو كلامه أو أسلوبه أو آماجه بمنزلة برزكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم منزلته چي خواهي قوري بيبخشيه. وفي هذا الخطاب تعريض بالمشركين وهروها لو خطابش براستي آماجه لبو مشركة كان، ولذلك التفت إلى خطابهم بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر. إنزا تعريض بابني آماجه لبو مشركة كانش دكا التفاتش تدا لخطابك لو حالة أوزارة خطاب لبو مشركان توجيدك فاسألوا أهل الذكر. رازي دلي يدل على أنه تعالى ما أرسل أحدا من النساء أو بيغمبرانك وأخواي قرواني كردي لبو بشريات هيس يكشيان لأفراد نبوينا. شنقيتي دلي حصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة كاتك وأخواي قرر سبحانه وتعالى دفرمهم بيغمبران بياو بوينا لو آتيك وباسكر لا ينافي أن من الملائكة رسلا برام لقال وش ملائكة شهب وبيغمبر بوينا وكو خواي قرر فرمي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سورة الحج حفتها بيض كوات الله تعالى لا بعضين ملائكة لا بشريش بيغمبراني روانا كرديا. وأهل على سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا عيني آما جبوا ذكاك ملائكة دبنا رسل نيردراو لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل سونيتي بابنين أو بيامك وبا ملائكة دبخشري لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل ملائكة كان دنيدرين لاي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام والرسل ترسل إلى الناس إتر بيغمبرانيش لبو خلشي روانا ذكرين. والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى الناس أو كوا كافر كان إنكاري دكان ناردني بيغمبرانا لبو خلشي وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس. إتر خواهي قرز دفرمي لنا لوي لبو خلشي روانا هموي بشرا وهموش بياون فلا ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي ولقبض إتر بلى وما أرسلنا قبلك إلى رجال نوحي إليهم أو بريتي لبيامي بيغمبراتك خواهي تنها ببشر لرقاي بيوانيش خواهي ناديتي بلا ملائكتيش أيني ببيامك دنيردرين لوانا وكو وحي لبو بيغمبران دبن عليهم الصلاة والسلام وهو ولقبض الأرواح لبو روح تشيشان أني ملائكة درون وتسخير الرياح والسحاب وهروها خواهي قورة سبحانه وتعالى ملائكة وادنيري كوا بابن كاروباري باو وهروها صحاب بلاهوري بيرادة سبيدريا وكتب أعمال بني آدم وهروها إيواشي نوسيني كردوكاني بني آدم بيرادة سبيدريا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي فاسألوا أيها المشركون أي مشرك كان برسيار بكان لشي أهل الذكر دفنوا بأهل الكتاب لا أهل كتاب برسيار بكان الذين قرأوا الكتب من قبلكم أوانيكوا كتاب كان ينخينديتو البيشانجو وكو توراة إنجيل إن كنتم لا تعلمون أن رسل الله كانوا رجال من البشر لا ملائكة أجر نازانن كوا أو تام سيرا كودبي بيغمبران لبشرو لبياوان بن ملائكة نبن ديل أهل كتاب برسن خوانش علميان بيدر باري أو بابتا فاسألوهم هل كان الأنبياء والرسل بشرا أو ملائكة برسيانيان ليبكان داخوا بيغمبراني بيشي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أوانش بشر نبون يعني ملائكة دبون. ابن عاشور ضلي فيه الإقبال عليهم بالخطاب توبيخا لهم كاتلير دكا خواهي سبحانه وتعالى خطاب توجيه مشركان دكا وكسر زانش كردنا لأن التوبيخ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في نفس الموبخ كواتا لو يخطابيان لقل دفرمي خواهي سبحانه وتعالى تاوكو زيادة كاريگريها بي كبتشويك سرزنش تيان دكا. ولما كان المقصود من الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه الكفار على مضمونه صرف الخطاب إليهم كواتا لسرتات كخطاب لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو شرفيكو قوريك لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم إنزال لهمان آيات خواهي سبحانه وتعالى التفاتيك لبو مشركة كان دكاتا
کەوا وەکو سەرزانشکردنە دەی لە ئەهلی کتاب پێش خۆتان بپرسن. خازن دەڵێ ئینەما ئەمەڕەهم الله بسؤال ئەهلی الكتاب، لەبەرچی خوای گەورە سبحانه وتعالى فەرمانێ پێ دەکا لە ئەهلی کتاب پرسن، لأن كفار مكة كانوا يعتقدون أن الكتاب أهل علم. كافركاني مكة اعتقاد بيرباوريان ما بكوا أهل كتاب أهل علما، وقد أرسل الله إليهم رسلا منهم. ترخواي يقول لبو أوان لبو أهل كتاب بيغمبران روان كده وكو موسى وعيسى وغير أوان عليهم الصلاة والسلام وألوانش وكانوا بشرا مثلهم وكوان بشربون، فإذا سألوهم فلا بد أن يخبروهم بأن الرسل الذين أرسل إليهم كانوا بشرا. كذا كبرسيال اللي كان بالتأكيد لو الله مدادلين بيغمبران إيماش بشر بوينا. فإذا أخبرهم بذلك زالت الشبهة عن قلوبهم. كاتك والكتاب وان بيبلن أو شبهة دربيتوا لو يخوي يقول سبحانه وتعالى فرمان بيدك كوا لوان برسيال بكن ديار لا تفسير أو تشتي تريج ما زانا باسيان كده لبرتوابون كاد دوستين ببشتوان الله تعالى لوان ذات دين وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.